السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة طالع أتكلم على صفقات النادي الأهلي. بقالنا 3 سنين الأهلي عمال فشل وفشل وفشل. الأهلي مش عارف يجيب مهاجم تقيل. الأهلي عمال يتعاقد مع جاكسون موليكا بقاله 3 سنين مش عارف يجيبه. الأهلي عمال يتعاقد مع محمد علي بن رمضان مش عارف يجيبه. الأهلي بيتعاقد مع عش مع فلان مش عارف يجيبه. الأهلي ده بقالنا 3 سنين على كده. الأهلي مش عارف يجيب لعيب تقيل ينفع النادي الاهلي الفتره الجايه. الاهلي مفيش غير لعيب واحد بس انا شايفه قدر يجيبه، زي امام عاشور، لعيب تقيل قوي. الاهلي طبعا جابه. انا شايف الصفقه دي هي الصفقه السوبر اللي من 3 سنين فاتت للنادي الاهلي. جينا السنه دي الاهلي المفروض يتعاقد مع لعيبه تقيله. طبعا الاهلي داخل على بطولات تقيله قوي زي الانتر كونتيننتال، وعندك داخل على كاس عالم الانديه، وعندك سوبر نهائي السوبر مع نادي الزمالك. فعندك بطولات تقيلة، فلازم تجيب لعيبة تقيلة عندها شخصية الفترة الجاية. طبعا سمعنا الأهلي داخل في يحيى عطية الله، وداخل في محمد علي بن رمضان، وداخل في زين الدين بن عيد. تفائلت طبعا الأهلي خلاص هيجيب لعيبة تقيلة. طبعا اللعيبة دي عندها شخصية وتقدر تساعد النادي الأهلي في البطولات السنة الجاية. جينا الأهلي الفترة اللي فاتت خلاص الاهلي بيتخلص مع زين الدين بالعيد، وخلاص الاهلي بيتفق وخلاص، وفي الاخر فشل انتقال زين الدين بالعيد للنادي الاهلي. مع ان الاهلي كان محتاج لعيب مساك جنب محمد عبد المنعم، لعيب تقيل يقدر ينفع النادي الاهلي الفترة الجاية. المفروض انت عشان تجيب لعيب يلعب في النادي الاهلي او نادي الزمالك، اولا يبقى لعيب نمبر 1 في المركز بتاعه، غير يبقى عنده شخصية يقدر يلعب تحت ضغط جماهيري. فانا شايف كان زين الدين عيد يا جماعه لعيب عنده شخصيه، لعيب زي محمد عبد المنعم كده، لعيب سريع، لعيب بيبني الهجمه من تحت، لعيب طويل جنبه عالي برضه بيقدر يحط اجوان من كورنر، من اي كرات عرضيه بيقدر يزيد. كان شايفه لعيب يعني مهم جدا ان الاهلي يجيبه. طبعا فشل انتقاله للنادي الاهلي، وانا شايف كانت صفقه مهمه جدا للنادي الاهلي. جينا امبارح يا جماعه سمعت اللي خلاص الاهلي على وشك انتهاء ينتهي صفقة يحيى عطية الله للنادي الأهلي. خلاص اللعيب خلاص قضى قوسين أو أدنى اللي هو ينتقل إلى النادي الأهلي. بالليل سمعت فشل انتقال يحيى عطية الله للنادي الأهلي عشان لجنة التخطيط سمع اللي فيه لعيب صغير في السن الأهلي ممكن يجيبه يلعب ناحية الشمال. يعني أنا دلوقتي عندي لعيب دولي، لعيب لعب نهائيات كتير، كان بيلعب مع الوداد نهائيات كتير في افريقيا، لعيب عنده خبرات، لعيب عنده 29 سنه في عزه، لعيب عنده شخصيه وقائد في الملعب، يقدر يسد لي حته الصخره دي ناحيه الشمال. الاهلي لحد دلوقتي مش لاقي لعيب يلعب مكان علي معلول. طبعا علي معلول ربنا يرجعه بالسلامه، طبعا اصابه كبيره، مش عارفين علي معلول طبعا بعد الاصابه دي عنده 34 سنه هيقدر يرجع مستواه؟ لا، لسه قدامه 10 11 عشان يرجع. وعلي معلول اصلا مستواه نزل عن الفتره اللي فاتت. علي معلول طبعا 34 سنه، حكم طبعا السن. الحته الهجوميه دي عنده كويسه جدا، بس الحته الدفاعيه طبعا مشكله. طيب اي لعيب كان اي فرقه بتلعب ورا علي معلول هتبقى في ثغرات كتير ورا الحته بتاعت علي معلول. فانا المفروض افكر اجيب لعيب دولي تقيل يلعب في الحته دي مكان علي معلول. نادي زي النادي الاهلي نادي ليه شعبيه، ليه اسم في افريقيا، المفروض اجيب لعيبه تقيله. ما افكرش بقى عشان استرخص بقى الفلوس واجيب لعيب صغير بدل لعيب زي يحيى عطية الله. انا شايف الاهلي ماشي في حكايه الصفقات دي غلط. فصفقه زي يحيى عطية الله طبعا ما تجيش النادي الاهلي. انا شايف طبعا فشل ذريع. اللعيب زي ده ما ينتقلش النادي الاهلي الفتره دي. الاهلي ما عندوش اصلا باك شمال. الاهلي كل شويه يجيب واحد بيلعب برجله يمين كريم فؤاد، عمر كمال يلعبوا ناحيه الشمال. وعندك سهل جدا انت تجيب لعيب دولي بيلعب في
منتخب المغرب، لعيب عنده خبرات، تجيبه في الحته دي عنده 29 سنه، لسه صغير يعني، لسه هيديك 4 سنين قدام. فانا مش عارف الاهلي بيفكر ازاي بامانه يعني. يعني عندك 2 لعيبه انا شايفهم كانوا جول الاهلي، كان يفرقوا مع النادي الاهلي كتير، يحيى عطية الله وزين الدين بالعيد. صفقتين مهمين جدا للنادي الاهلي، الاهلي راحت عليه. صفقتين مهمين كانت هتنفع النادي الاهلي الفتره الجايه بكتير يعني. 2 لعيبه تقال قوي، والمشكله الحتتين دول ثغرات في النادي الاهلي. تيجي في الصفقه الثالثه الاهلي خلاص يعني، سمعت خلاص الاهلي خلاص سهل جدا الاهلي يجيبه السنه دي. طبعا اللعيب كان بيلعب في الترجي ولا وجمهور ومش عارف ايه، وانتقل لاوروبا. فاللعيب دلوقتي سهل انت تجيبه، لعيب تقيل قوي. محمد علي بن رمضان يا جماعه لعيب تقيل قوي خط النص. كان لعيب طبعا ترجي، كان ترجي هو محمد علي بن رمضان. فلعيب زي ده الاهلي المفروض بسرعه يخلص اللعيب ده. طبعا الاهلي ماشي ببطء في الصفقه. النادي بتاعه كان عايز 4 مليون دولار ورجع ل 3 مليون دولار. طبعا الاهلي شايف ال 3 مليون دولار كتير على محمد رمضان. انا شايفها يا جماعه 3 مليون دولار على محمد رمضان مش كتير. لعيب خط النص هيحط لك خط النص الاهلي في حته تاني مع امام عاشور. لعيب رقم 8 بين الهجمه بسرعه، لعيب بيدافع ويهاجم كويس جدا، بيزيد هداف. لعيب رقم 8 هداف، وقول برضه تحت نقطه هداف. عشان تقول هو 3 مليون دولار كتير عليه، لا. يبقى انت كده انت عايز لعيبه على قدك بقى. جيب لعيبه بقى مليون دولار، لعيب 800 الف دولار يمشي معاك. يبقى انت كده مش عايز تنافس في البطولات الجايه بقى. فانت عشان تنافس لازم تجيب لعيبه تقيله عندها شخصيه. 3 صفقات مهمين جدا للاهلي، المفروض الاهلي كان يجيبهم السنه دي: محمد علي بن رمضان، يحيى عطية الله، زين الدين بالعيد. دول كانوا المفروض اساسا في النادي الاهلي السنه دي. تسد الثغرات اللي عندك زي الباك الشمال ناحيه المساك، حته في خط النص كنت هجيبه بدل ديانج. فدلوقتي كولر كان عايزه بالاسم. طبعا كولر دلوقتي عرف اللي بقى صعب تجيب محمد علي بن رمضان، صعب تجيب مكوينه من صن داونز. قال لهم خلاص يا جماعه جيبوا لي حمدي فتحي تاني. فجابوا لي حمدي فتحي ما دام انتوا مش عارفين تجيبوا اللعيبه دي. فانا شايف فشل ذريع في النادي الاهلي في ابرام صفقات تقيله من العيار الثقيل. طبعا امير توفيق لحد دلوقتي انا مش عارف، لحد دلوقتي بقاله 3 سنين يعني، مش عارف في ايه بصراحه. يعني كفايه عليه قوي يعني كده بصراحه. حتى صفقات الاهلي بيخلص دلوقتي يقول لك ده خطيب بيخش فيها، مش عارف عادل الكيع بيخش فيها. فين عادل الكيع يا جماعه؟ زمان كان بيخلص اللعيب في ساعتين. في ساعتين عادل الكيع كان بيخلص اللعيب. فانا شايف كده الاهلي داخل في حته من ناحيه الصفقات بيسترخص. الاهلي دلوقتي عايز يجيب اي لعيبه وخلاص. فالوضع كده انا شايفه يعني صعب جدا. انت كده مش هتنافس على البطولات اللي جايه دي. فربنا يستر بصراحه يعني. واحد مخنوق ومش عارف يقول ايه. بس انا حبيت اطلع برضو من ساعه ما سمعت كمان يحيى عطيه الله كمان الصفقه بتفشل، فالواحد اتخنق بصراحه يعني. فما تنسوش يا جماعه الاشتراك في قناه الكوره مع الزنفولي على اليوتيوب، واكتبوا لي في الكومنتات. طبعا لو عندك اي حاجه لعيب برضو قوي شايفه اكتبوا لي في الكومنتات في رايكم ايه طبعا في اللي انا قلته النهارده. اللايك الجميل بتاعك. ان شاء الله بقى بالتوفيق النادي الاهلي في الصفقات. والمفروض الاهلي يجيب طبعا لجنه تعاقدات قويه عن كده بصراحه يعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.